يا ترى ايه اللي يخلي قناة كبيرة زي قناة الجزيرة تتكلم عن تغيير الاسعار اللي حاصل في سوق الكهرباء في مصر الفترة دي؟ وايه اللي يخلي معظم صناع المحتوى ومهندسين الديكور والتشطيبات اليومين اللي فاتوا يتكلموا عن زيادة اسعار الاسلاك بالتحديد ومنتجات الكهرباء بوجه عام؟ عشان تفهم ايه اللي حاصل عندنا في سوق الكهرباء لازم نبص كده مع بعض على الوضع في اخر 3 شهور. في بداية شهر اكتوبر 2023 كان سعر جرام الذهب 21 حوالي 2600 جنيه، وسعر الدولار في السوق الموازي حوالي 48 جنيه، وسعر طن النحاس كان في حدود ال 300 ألف جنيه. النهارده وحتى وقت تصوير الفيديو ده جرام الذهب ال 21 بيسجل 3900 جنيه بزيادة تقدر بحوالي 50%. سعر الدولار في السوق الموازي بقى حوالي 65 جنيه بزيادة حوالي 38%. أما بقى سعر طن النحاس فبيسجل 750 ألف جنيه بزيادة 150%. شايفين الفرق في النسبة قد ايه؟ واحدة من الشركات الكبيرة اللي مش حابب اقول اسمها كان سعر قطعة المفتاح والبريزة بتاعتها حوالي 9 جنيه، النهاردة سعرها 23 جنيه بزيادة 160%. بكل المقاييس في مهزلة حاصلة في سوق الكهرباء بالذات الفترة دي، تجار كتيرة جدا قافلة، شركات كبيرة جدا وكيانات ضخمة بداية من 25 ديسمبر اللي فات لحد يومنا ده وهم قافلين بيع وما بيطلعوش اي بضاعة نهائي. تجار كتير جدا مش عارفه تسعر، اللي يخلي شركه كبيره بحجم شركه السويدي للكابلات في خلال يوم واحد بتغير اسعارها 3 مرات. شركه كبيره عندها فريق كامل للتسعير مش عارفه تسعر صح فبتغير السعر في خلال اليوم 3 مرات. انا مش قاصد اهاجم حد، لان برغم كل الدوشه اللي حاصله دي فشركه السويدي للكابلات اقل شركه زودت اسعارها. السويدي لو بيزود 1% فقصاد ده كل مسابك النحاس وشركات الاسلاك بتزود 5%. فانا مش قاصد اهاجم حد بعينه، انا بوضح الوضع العام والمهزله اللي حاصله ومسرحيه غلاء الاسعار اللي حاصله في سوق الكهرباء الفتره دي. لازم يحصل تدخل فوري من اي جهه من الجهات المسؤوله، لازم يتم وقف تصدير النحاس. مسابك النحاس وتجار النحاس بيصدروا النحاس لبره وبنرجع نستورده تاني ونصنعه تاني، والحاجه اللي بتتكلف جنيه بتتكلف 10 جنيه. في مهزله بكل المقاييس حاصله، لازم نوجد لها حل في اقرب وقت. في زياده اسعار في كل حاجه وفي زيادة اسعار في كل المجالات، بس اللي حاصل في سوق الكهرباء ده بجد مهزلة.